الميزانية هي ما يجب عليك إنفاقه لتنفيذ خطتك وتحقيق أهدافك. ببساطة شديدة، الخطوة اللي عايز أنفذها أو المورد أو الأدوات اللي عايز أوفرهم بكام وعددهم قد إيه. من الآخر هي ال A the what وبكام the cost، وتبتدي تجمع كل الواتس، مش الواتساب أو البنود وتكاليفهم في جدول عشان تعرف ميزانية تنفيذ خطتك إيه وتكلفة الوصول لهدفك كام. التريك فين؟ ودي حاجة ربنا نور لي مخي فيها أنا شخصيا وفهمتها من فضله عليا. الميزانية جاية من ميزان. أكيد قبل المعلومة دي أنت كنت زي زمان، وأول ما تسمع كلمة ميزانية بيضرب في راسك على طول فلوس. ولكن ما تم إثباته حياتيا وعلميا وعمليا وواقعيا إن الميزانية مش فلوس وبس. الميزانية دي هي راس مالك في كل حاجة عندك وتخصك. علمك وتخصصك ميزانية، كم الجهد المبذول والسعي في تحقيق الهدف ميزانية. في ميزانية الوقت، ميزانية الصبر، ميزانية المثابرة، ميزانية الالتزام والإصرار على بلوغ الهدف، ميزانية الاستمرار في المحاولات والتجارب. أنا هفاجئك قدام شوية إن شاء الله بميزانيتي الشخصية في إطلاق علامتي التسويقية M Square والبراند الخاص بي. كل اللي أنا قلته ده هتلاقيه بحسبة عقلية بسيطة أهم من الفلوس، ولك في سيد أسوة حسنة. يعني عندي فلوس بس أنا مش مركز غير على المكسب السريع، مش هوصل. فاكرين عبود 2؟ هحط لكم لينك الفيديو في أول كومنت. عندك فلوس بس ما عندكش علم ولا علمت نفسك ولا طورتها، حط فلوسك في الحصالة واقعد جنبها. عندك فلوس بس ما عندكش سعة صبر ولا صدر، مش هتوصل. عندك فلوس بس مش عايز تجرب ولا تحاول ولا تبتدي باللي في ايدك، اعملهم صواريخ وطيرهم من الشباك. فهمت قصدي يا عبود ولا يا سيد؟